مدى صحة هذا تسريب، هم مسربينه وناشرينه على منصة إكس. هلا قالوا لي نشروه على منصة إكس كمان. ما بعرف حقيقة إنه راح يطلع صحيح ولا ما يطلع صحيح، مشان تعرفوا. الجزء الأول، المجال الوطني السوري. 1. سوريا متعددة الهويات والأديان والثقافات والمذاهب، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات البلاد: العرب، الأكراد، الآشوريين، العلويين، الأرمن، السريان، الدروز، الإيزيديين والمسلمين والمسيحيين والأقلية التركمانية. 2. تلتزم الدولة السورية بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وتحترم حقوق الإنسان على أساس المواطنة المتساوية. 3. ينبغي أن يكون نظام الحكم في سوريا نظاما ديمقراطيا تعدديا قائما على فصل ينبغي أن يكون نظام الحكم في سوريا نظاما ديمقراطيا تعدديا. بس دقيقة كيد فيزو يحضر بكم مش بركو قالك يجمرا دعوات الشيني جيما جلو بقرم بس ثواني راح أسكرها وبعدين تمام. نرجع نعيد النص من الأول لأنه قطعنا هذا اللي كان يبعث لنا دعوات. مرة أخرى مساء الخير لكل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم كل باسمه ورسمه، أسعد الله مساءكم. طبعا في نص تسريب للاتفاق الذي حصل ما بين الأحزاب الكردية، وهذا اتفاق مبدئي، يعني في 18 الشهر راح يجلسوا وعلى أساس الاتفاق هذا اللي حطوه راح يعملوا الحقوق الكردية. يعني هذا مو معناه انه هذا النص اللي عم بقراه انه هذا هو اتفاق النهائي، لا، بس على اساس هذا الاتفاق الاول المبادئ الاساسيه راح يتم الاتفاق على الحقوق الكرديه والحقوق الاخرى في الاجتماع اللي راح يصل 18 شهر. ما بعرف، في ناس عم بتقول تاجل الاجتماع، في ناس عم بتقول لا، الاجتماع مثبت على 18 شهر. انا ما عندي معلومات عن هذا الموضوع. طيب، النص الذي اتفق عليه كل من حزب الاتحاد الديمقراطي بيدي والمجلس الوطني الكردي أنكسي، الحزبان السياسيان الكرديان الرئيسيان في روج أبا. طبعا هم ترجمة غلط، مو حزبان، هم تجمعين تقريبا أو ائتلافين، لأنه هذا عنده ائتلاف مجموعة أحزاب والآخر عنده أيضا مجموعة أحزاب ائتلافين. يركز الاتفاق أولا على ما يريده الاتحاد الكردي لسوريا ثم حقوق الكرد، والنص هو: 1. الجزء الأول طبعا بعدين يبلش 1 بالجزء الأول يبلش 1. سوريا متعددة الهويات والأديان والثقافات والمذاهب، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع مكوناتها: العرب، الأكراد، الآشوريين، العلويين، الأرمن، السريان والدروز، الإيزيديون والمسلمين والمسيحيون والأقلية التركمانية. تلتزم الدولة السورية بقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وتحترم حقوق الإنسان على أساس المواطنة المتساوية. ينبغي أن يكون نظام الحكم في سوريا نظاما ديمقراطيا تعدديا قائما على فصل السلطات، وأن يتم تداول السلطة سلميا وعن طريق الانتخابات. 4. اعتماد إنشاء مجالس محلية ضمن النظام المركزي. 5. يجب ضمان تقاسم عادل للسلطة بين المركز والأقاليم. 6. ينبغي تطوير الهوية الوطنية بما يتوافق مع البنية المتعددة الثقافات والأعراق للمجتمع السوري. 7. ينبغي أن لا يكون هناك دين رسمي للدولة، يجب ضمان المساواة بين جميع المعتقدات وحرية ممارسة الشعائر الدينية. 8. يجب أن يكون الدستور وثيقة قانونية عليا شاملة تضمن هويات وخصائص جميع المكونات. 9. يجب حماية حقوق الطفل بما يتماشى مع اتفاقيات الأمم المتحدة، ويجب توفير الدعم لجميع الأطفال. 10. يجب إعادة ترتيب التقسيم الإداري مع مراعاة الكثافة السكانية والجغرافية والإمكانات البشرية. 11. يجب تمكين السوريين المهجرين قسرا والمهجرين من العودة إلى مناطقهم الأصلية. 12. يجب الاعتراف بنتائج التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية وضمان عودة السكان بمن فيهم الأكراد المهجرون والمنفيون.
13 يجب عقد مؤتمر وطني تأسيسي يضم ممثلين عن جميع المكونات وإعداد دستور ديمقراطي. يجب تشكيل حكومة ويجب أن يتمتع الجميع بحقوق متساوية. 14 يجب أن يضمن الدستور الحق في اللغة الأم وحق كل مكون في الحفاظ على ثقافته. 14 يجب 15 إعلان الثامن من آذار العطلة الرسمية للنساء. الجزء الثاني هو المجال الوطني الكردي. 1 دمج المناطق الكردية ضمن سوريا الاتحادية وتشكيل هيكل إداري موحد. 2 قبول وجود الشعب الكردي في سوريا وفي الدستور وتمكينه من ممارسة حقوقه السياسية والثقافية والإدارية بحرية كشعب وطني. 3 احترام الثورة السورية والقوى الديمقراطية وقوات الأمن وشهداء الحرب ضد داعش وضمان حقوق أسرى المقاومة ودعمهم وعائلاتهم. 4 ضمان التمثيل العادل للشباب الكرد في جميع مؤسسات المجتمع والاعتراف بأدوارهم الفعالة. 5 اعتماد اللغة الكردية اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية واستخدامها كلغة للتعليم. 6 إنشاء مؤسسات إعلامية ونشرية وبحثية تعتني باللغة والتاريخ والثقافة الكردية ونشر القنوات التلفزيونية والمجلات والكتب وفتح المعاهد والجامعات. 7 ضمان تمثيل الكرد في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 8 إعلان يوم 21 مارس آذار عيد نيروز عطلة رسمية واعتبار يوم 12 آذار مارس ذكرى أحداث قامشلو يوما رسميا لإحياء هذه الذكرى. 9 إلغاء القوانين التمييزية والاستثنائية المطبقة في المناطق الكردية مشروع الحزام الزراعي للهلال العربي وتعويض أضرار الفترة الماضية وإلغاء جميع الاتفاقيات السرية. 10 يجب إعادة الجنسية بما في ذلك الأكراد الذين سحبت منهم جنسيتهم نتيجة إحصاء عام 1962. 11 يجب تعويض نقص التنمية الناجمة عن التخلف والمعتمد في المناطق الكردية وينبغي توجيه الاستثمارات ذات الأولوية إلى هذه المناطق وزيادة الميزانيات المخصصة لها. يلي سربها رئيس حزب كردي من باكور اسمه إبراهيم خليل باران، اللي سربها هاي الوثيقة ونشرها في منصة إكس اسمه إبراهيم خليل باران لست أنا، وأنا عم بقرأ لكم كمية. رح أرجع مرة تانية أقرأ لكم إياه، وإذا شفنا شي نقاط رح نعلق عليها، رح نرجع نقرأها وبعدين رح نتطرق لبعض الأمور الإقليمية والدولية اللي رح نتحدث عنها. النص الذي اتفق عليه كل من حزب الاتحاد الديمقراطي بادي والمجلس الوطني الكردي أنكسي الحزبان السياسيان الكرديان الرئيسيان في روج آفا، طبعا حسب السيد إبراهيم خليل باران اللي سرب الوثيقة ويتحدث بأنه هو مطلع عليها. الجزء الأول في المجال الوطني السوري. 1 سوريا دولة متعددة الهويات والأديان والثقافات والمذاهب، يجب أن يضمن دستورها حقوق جميع مكونات البلاد: العرب، الأكراد، الآشوريين، العلويين، الأرمن، السريان، الدروز، اليزيديين والمسلمين والأقلية التركمانية. 2 تلتزم الدولة السورية بقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان وتحترم حقوق الإنسان على أساس المواطنة المتساوية. 3 ينبغي أن يكون نظام الحكم في سوريا نظاما ديمقراطيا تعدديا قائما على فصل السلطات وأن يتم تداول السلطات سلميا وعن طريق الانتخابات. 4 الاعتماد على إنشاء مجالس محلية ضمن النظام المركزي. 5 يجب ضمان تقاسم عادل للسلطة بين المراكز والإقليم. 6 ينبغي تطوير الهوية الوطنية بما يتوافق مع البنية المتعددة الثقافات والأعراق للمجتمع السوري. 7 ينبغي أن لا يكون هناك دين رسمي للدولة، يجب ضمان المساواة بين جميع المعتقدات وحرية ممارسة الشعائر الدينية. 8 يجب أن يكون الدستور وثيقة قانونية عليا شاملة تضمن هويات وخصائص جميع المكونات. 9 يجب حماية حقوق الطفل بما يتماشى مع اتفاقيات الأمم المتحدة ويجب توفير الدعم لجميع الأطفال. 10 يجب إعادة ترتيب التقسيم الإداري مع مراعاة الكثافة السكانية والجغرافية والإمكانيات البشرية. 11 يجب تمكين السوريين المهجرين قسرا المهجرين من العودة إلى مناطقهم الأصلية. 12
يجب الاعتراف بنتائج التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية وضمان عودة السكان بمن فيهم الأكراد المهجرون والمنفيون. 13. يجب عقد مؤتمر وطني تأسيسي يضم ممثلين عن جميع المكونات وإعداد دستور ديمقراطي. يجب تشكيل حكومة ويجب أن يكون الجميع بحقوق متساوية. 14. يجب أن يضمن الدستور الحق في اللغة الأم وحق كل مكون في الحفاظ على الثقافة. 15. إعلان 8 آذار عطلة رسمية للنساء. الجزء الثاني المتضمن المجال الوطني الكردي. 1. دمج المناطق الكردية ضمن سوريا الاتحادية وتشكيل هيكل إداري موحد. قبول وجود الشعب الكردي في سوريا في دستور سوريا وتمكينه من ممارسة حقوقه السياسية والثقافية والإدارية بحرية كشعب وطني. 3. احترام الثورة السورية والقوى الوطنية الديمقراطية وقوات الأمن والشهداء الحرب ضد داعش وضمان حقوق أسرى المقاومة ودعم عائلاتهم. 4. ضمان التمثيل العادل للشباب الكرد في جميع مؤسسات المجتمع والاعتراف بأدوارهم الفعالة. 5. اعتماد اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية واستخدامها كلغة للتعليم. 6. إنشاء مؤسسات إعلامية ونشرية وبحثية تعتني باللغة والتاريخ والثقافة الكردية ونشر القنوات التلفزيونية والمجلات والكتب وفتح المعاهد والجامعات. 7. ضمان تمثيل الكرد في المؤسسات التشريعية والتنفيذية للقضاء. 8. إعلان يوم 21 آذار عيد نوروز عطلة رسمية واعتبار يوم 12 آذار مارس ذكرى احداث قامشلو يوما رسميا لإحياء هذه الذكرى. 9. إلغاء القوانين التمييزية والاستثنائية المطبقة في المناطق الكردية مشروع الحزام الزراعي يعني خط العشرة الهلال العربي وتعويض أضراره الفترة الماضية يعني يجب تعويض الأضرار اللي حصلت منه وإلغاء جميع الاتفاقيات السرية اللي عقدها النظام السابق أيضا وكانت تستهدف فيها الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا. 10. يجب إعادة الجنسية بما في ذلك للأكراد الذين سحبت منهم جنسيتهم نتيجة لإحصاء عام 1992. 11. يجب تعويض نقص التنمية الناجم عن التخلف المتعدد في المناطق الكردية وينبغي توجيه الاستثمارات ذات الأولوية إلى هذه المناطق وزيادة الميزانيات المخصصة لها. هذا هو نص الاتفاق، لا أعتقد يحتاج إلى تعليق، هو واضح. وأعتقد من نص القراءة اللي قرأته والحبكة اللي موضوعة بأنه هذا الاتفاق هو صحيح، لأنه الطريقة اللي كتب بها وطريقة اللي تطرق فيها إلى كل النقاط اللي موجودة والمشاكل اللي موجودة في المنطقة الكردية والموجودة في سوريا تطرق إلى جميع النقاط. فلا أعتقد أنه هذا نص مزور أو موضوع، لا هذا نص حقيقي. طبعا الاتفاق النهائي على الشكل المنطقة الكردية راح يكون في 18 الشهر بالمؤتمر الوطني اللي راح يحصل للقوى الكردية للقوى الأحزاب والشخصيات الكردية اللي راح يحصل في 18 شهر. بيقولوا تم تأجيل المؤتمر، ما عندي علم، أنا ما عندي علم إن كان تم تأجيل المؤتمر أم لا حقيقة. طبعا هلا بدنا نتحدث بعض المواضيع السياسية. بالنسبة لموضوع اللي صدعتوني فيه انسحاب القوات الأمريكية، نحن ما عندنا قوات أمريكية في شرق الفرات، القوات الأمريكية منسحبة من زمان، والقوات الموجودة على الأرض هي كلها قوات كردية يعني مشان تكونوا تعرفوا. وهذا الموضوع اللي طلع الآن هو عبارة عن بعبعة وجعجعة إعلامية يقوم فيها مرتزقة وإيتام تركيا. هي عبارة عن جعجعة إعلامية يقوم فيها مرتزقة تركيا، وما هي إلا حرب خاصة، ما هي إلا حرب خاصة يشنها مرتزقة تركيا والميت التركي الآن، وينشرون نفس الأخبار ونفس الفيديوهات القديمة اللي كانت منذ أعوام. ما في شيء نهائيا. برجع بقول لكم نحن ما عندنا أمريكان في شرق الفرات، نحن موجود فقط القوات الكردية وهم خايفين منا فبيقولوا الأمريكيين موجودين. بالنسبة لنا ما في أمريكان نهائيا ومنسحبين لأنه الأمريكيين غير موجودين.
عندنا نهائيا. ف يعني أنتم عم تنقلوا دائما أقاويل الميت التركي وتجيبوا لي إياها، ماني مستعد أرد دائما على ما ينشره الميت التركي والحرب الإعلامية اللي عم تحصل. طبعا أنتم بتعرفوا أنه الشرع زار الإمارات. بدنا ندخل بهذا الموضوع شوي نتحدث عنه وبعدين ننتقل إلى مواضيع أخرى. كثير من الناس ما بتدرك أهمية الإمارات. طبعا الإمارات هي دولة الهندسة في المشروع الإبراهيمي في المنطقة، وهي دولة مطبعة مع إسرائيل وتعرفوا هذا الشيء. طبعا في تقارير مخابراتية بأنه أثناء زيارة الشرع أو توجهه إلى الإمارات كان هناك وفد إسرائيلي أيضا موجود في الإمارات، وتم الاتفاق على عدة مواضيع مع الشرع وهامة للغاية. طبعا بعد الشرع توجه إلى تركيا، وانتم ملاحظين شغلة هامة للغاية، بغض النظر في مؤتمر ما في مؤتمر غيره، بغض النظر عن هذا المواضيع كلها، كلما كان هناك زيارة هامة للشرع أو الشرع يذهب إلى مكان معين تستدعي تركيا مباشرة. ملاحظين هذا الشيء ولا مو ملاحظينه؟ ملاحظين أنه كل زيارة أمريكية أو بريطانية أو أي نوع من أنواع الزيارات، يا مباشرة وزير الخارجية مع رئيس المخابرات التركية يأتي إلى دمشق، أو الشرع بيروح مباشرة على تركيا. وهذا أمر أصبح واضح. يعني كل الزيارات اللي بتتم متعلقة بتركيا. ليش؟ لأن هناك تعليمات. وزيارته للإمارات هي زيارة مفصلية تماما. ليش؟ لأنه كل الدول اللي حصلت فيها ثورات كانت الإمارات هي الدولة المحركة والدينامو اللي يقوم في الثورات المضادة في تلك الدول. وذكرنا كتير تونس وليبيا، وذكرنا مصر، وذكرنا اليمن. ودائما الإمارات تقوم بدور كبير جدا وتدعم الحركات اللي موجودة فيها وتعمل فيها ثورة مضادة. شفتوا انتم حفتر والسيسي وحركة النهضة الغنوشي اللي قامت الإمارات أيضا بعزله ووضع أساسا في السجن. فالإمارات دورها مفصلي تماما. وأنا كنت أعتقد أنه الزيارة هاي هامة للغاية. الزيارة هاي هامة للغاية لأنه راح تحدد مستقبل أحمد الشرع. لكن من خلال لغة الجسد ومن دون ما يطلعوا تصاريح نهائيا، تبين لي شخصيا، أنا تبين لي بأنه هناك اتفاق، خصوصا كانوا الإسرائيليين موجودين. طبعا شوفوا، أي اتفاق لا يكون على أساس المصالح التركية اللي موجودة في سوريا لا يمكن أن يتم. حتى أنه في تصريح لأحد قادة حزب العمال الكردستاني، وذكر فيه بشكل وضوح، بس وين راح التصريح؟ بس ثواني. راح التصريح. على كل كان عندي قمامي من شوي. ذكر فيه أنه لا يمكن بأي شكل من أشكال تركيا أن تبقى في سوريا، وهناك ضغط إسرائيلي ودولي أيضا على تركيا وعلى أحمد الشرع بالذات، حتى لو اضطروا إلى إيش؟ أنه يشيلوا أحمد الشرع. وأنا ذكرت لكم قبل فترة قد ذكرت لكم أنه لا يمكن أنه تركيا تستمر في سوريا، لأنه في قرار دولي
من الدول العظمى، ومن إسرائيل بالذات لتقليص دور تركيا في سوريا. وطبعا مو أنه أحمد الشرع يحب ولا لا يحب، أحمد الشرع بالنسبة له لأمر صعب للغاية. فلما بيروح لعند الأتراك بيقول لهم الأمر خارج عن طاقتي. واللقاء اللي حصل في الإمارات كان بكل وضوح لأحمد الشرع: أما ندعمك وتبقى أنت في السلطة، أو أنك لازم تشيل كل الإسلاميين والإرهابيين اللي موجودين وتقلص الدور التركي في سوريا وإخراج تركيا من سوريا. وهي حقيقة، وأنا أكثر من مرة قلت لكم تركيا لا، سوريا أكبر من تركيا. شلون أكبر من تركيا؟ مو أكبر منها كجغرافيا وعدد سكان، لا، سوريا صعب أنه تحمل حملها تركيا فقط. يعني إذا ما تم اعتراف دولي وما تم رفع العقوبات وما شاركت دول عديدة جدا، دول عالمية، في إعادة الإعمار في سوريا، تركيا لا تستطيع حمل الحمل هذا كلياته. بالعكس، راح يكون صعب كتير، راح يكون صعب كتير. فلذلك مرغمة تركيا أنه طبق الطلبات. طبعا الطلبات ما بتصل لتركيا لوحدها، يعني بتصل شيء لتركيا، لكن أغلبية الطلبات الضغط هو على أحمد الشرع. يعني مو بالضرورة أنه يضغطوا على تركيا هي نفسها، أيضا طلبوا من تركيا، يعني بزيارة هاكان فيدان إلى تركيا، عفوا بزيارة هاكان فيدان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قدموا له نفس المطالب. لكن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والدول دائما كيف هي ليست سياسة مباشرة، هي ليست سياسة مباشرة. خليها تطلب جيست وأنا بطلعها، بس ما بدي أقطع حديثي. خليها تطلب جيست لأنه ما طالبة جيست. ف سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ما بتكون سياسة مباشرة بطلب مباشر، دائما يقدمون الطلبات عن طريق النصائح. يعني دول هيك بتتعامل: نحن ننصحكم بأنه تنسحبوا، ونحن ننصحكم بأنه تفعلوا هكذا أو تعملوا هكذا. وعندما لا تقوم الدولة بأخذ النصائح يأتي دور العمل ضدها. فلذلك الضغط يكون كله على أحمد الشرع. يعني آخر زيارة الآن إلى الإمارات هي اللي راح تحدد واجهة سوريا بشكل واضح. أنا أعتقد أنه أحمد الشرع راح يقبل بالاعتراف بإسرائيل، وراح يقبل أيضا بإنشاء إقليم الجنوب وإقليم الساحل أيضا، وراح يعترف بشرق الفرات، وراح يعترف وراح يقلص الدور التركي أيضا نوعا ما، لأنه ما عنده خيارات أخرى. يا أما سيواجه الحرب، وهذا شيء معروف، يعني النهاية بالنسبة لهم. ومين هذا الغبي اللي بالعالم كلياته يروح يواجه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ حقيقة مطلقة. الفوارق ما بين الدول العالمية أصبحت كبيرة جدا، ووصلنا لدرجة، يعني استغفر الله، نمو هاي إنه فوارق إلهية صارت. شلون فوارق إلهية؟ يعني أمريكا بدها تفرض نفسها إله على العالم. أمريكا بالقوة تبعيتها والجبروت والفوارق التكنولوجيا وفوارق التسليح وفوارق القوة الاقتصادية وكل شيء، عم تحاول تفرض نفسها إله على العالم. وكل اللي بيحصل الآن بزيادة الجمارك على الدول العالمية ومحاولة حصار الاقتصاد والسيطرة على المضاق والمعابر الدولية، كلياته يدفع بالأمريكان إلى أنه يفرضوا نفسهم آلهة على الكرة الأرضية. فلا يصح إلا صحيح. طبعا اتفاق اللي حصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البنمية قبل 3 أو 4 أيام، وكان اتفاق واضح وصريح
طردوا في الصينيين، وأخذوا قناة بنما مشتركا مع الحكومة البنمية، وسيطروا على القواعد العسكرية اللي كانت بانيتها الولايات المتحدة الأمريكية في بداية مداخل القناة. وهنا يعني أخرجت الصين تقريبا من نصف التجارة العالمية، وهذا أمر هام للغاية. طبعا كل إجراءات ترامب اللي حصلت برفع الجمارك على الدول العالمية ما كان هدفها إلا أنه ترضخ الدول، مو أنه هدفها أنه ترفع الجمارك. بدأ الآن هو قاعد والدول العالمية تأتي إليه لتتفاوض معه على الجمارك. شفنا أوروبا قدمت عدة عروض، الصين قدمت عدة عروض، ومع ذلك لم يوصلوا إلى حل. وبدأت الصين أيضا بفرض العقوبات بشكل كبير أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، أو فرض الضرائب، ما نقول العقوبات، هي أيضا الجمارك مو الضرائب حتى، بدأت تفرضها بشكل كبير كرد على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في النهاية سيضطر الصينيين الرضوخ والاتفاق بأي شكل من الأشكال مع الأمريكان، لأنه المقاومة ما راح تكون مجدية بالنسبة للصين. نعم، تستطيع أن تقاوم فترة عدة شهور، سنة، سنتين، لكن بعدها راح تبلش الكوارث الاقتصادية ومرحلة الانكماش في الصين، فتضطر الصين وقتها إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. والصينيين بدأوا بإدراك هاي المشكلة والمعضلة الكبيرة جدا. راح نشوف خلال الفترة القليلة القادمة أيضا رضوخ الصين للولايات المتحدة الأمريكية وتقديم تنازلات اقتصادية كبيرة جدا. طبعا تحدثنا أيضا عن إيران والفترة اللي فاتت، وكثير من الناس كانت تظن أنه بإيران سيكون هناك حرب كبيرة جدا، وأن الأمريكان سوف يضربون الإيرانيين. يوم السبت كان في جلسة مفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والآن سينتقلون إلى المفاوضات في أوروبا. وأبدو أنه الأجواء كانت إيجابية جدا، وأنه ممكن نحصل اتفاق ما بين الطرفين، والطرفين متفاهمين. وهذا الكلام حكيت لكم إياه من زمان، قلت لكم لا يمكن أن تحصل حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأي شكل من الأشكال. الإيرانيين سيرضخون بكل بساطة لجميع متطلبات الولايات المتحدة الأمريكية ويقومون بتغيير أنفسهم. طبعا هاي الانعكاسات كلها راح نشوفها على العراق خلال الفترة القصيرة القادمة، وراح نخصص قبل أن تحدث الأحداث هاي في العراق، راح نخصص لها حلقة ونتحدث عن العراق بشكل خاص. طبعا احنا نشوف الاتفاقيات اللي عم تحصل حاليا أيضا ما بين اليونان وإسرائيل وشراء منظومات الصواريخ الإسرائيلية. واليوم أيضا كان في خبر هام للغاية بأن اليونان اشترت منظومة صواريخ هامة للغاية من فرنسا. وبدأت اليونان الآن بحديث قوي وشبه تهديد مع الأتراك. وهاي لغة الخطاب أساسا هي لغة خطاب جديدة، يعني اليونانيين ما كانوا يتحدثون بالأسلوب هذا وبالصيغة هاي من زمان. لكن اتفاقهم مع الإسرائيليين، والإسرائيليين دفعوهم وأعطوهم قوة أكثر، بأنه نحن معاكم وسننشئ حلف ضد تركيا، ومصر معانا، والإمارات أيضا معانا، والولايات المتحدة الأمريكية ضمنيا معهم طبعا. فاليونانيين أخذوا جرعة قوة كبيرة جدا، وخصوصا بعد صفقات الأسلحة. طبعا اليونان بلد حقيقة الوضع الاقتصادي فيها ما كان جيد، وكانت معتمدة على الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الفائتة بشكل كبير جدا، خصوصا 20 سنة اللي فاتت، بسبب المشاكل الاقتصادية اللي موجود عندها، وقضايا الفساد الإداري في مسألة الضرائب والتهرب الضريبي اللي موجود فيها من الشعب اليوناني اللي متعود على هذا الشيء، لدرجة أنه حتى المطارات والجزر وكل المكانات استلموها الأوروبيين، الألمان والفرنسيين، وأغلبيتهم الألمان، لأنه قضايا الفساد كانت كبيرة جدا في اليونان. فمسألة المهاجرين كانوا يستطيعون يشتروا حتى المطارات والطيارات ويطلعوا فيها إلى دول الاتحاد الأوروبي. فقام الألمان بالسيطرة هم نفسهم على موظفين المطارات ودفع رواتبهم، وهم اللي موجودين في كل المعابر الحدودية اليونانية. لكن آخر سنتين 3 سنوات استطاعت
اليونان نوعا ما التخلص من كثير من مسائل الفساد اللي موجود فيها. فلذلك أصبحت القوة الاقتصادية عندها نوعا ما جيدة، وكمان الاتحاد الأوروبي قدم لها دعم كبير جدا، قدم لها مئات الملايين الدولارات. طبعا في كمان كثير من الجزر اللي باعتها اليونان، باعت جزر كثيرة لألمانيا، باعت جزر لبريطانيا، وهي جابت لها أموال طائلة جدا أيضا. والآن بدأت بالتسلح ضد تركيا. الآن أصبحت الفوارق التكنولوجية ما بين الأسلحة اللي تملكها اليونان وتركيا فوارق كبيرة، خصوصا أنه اشترت منظومات صواريخ إسرائيلية متوسطة المدى تصل إلى جميع المدن التركية الغربية اللي موجودة على بحر إيجا، واللي موجودة أيضا على البحر الأسود من الجهة الشمالية الغربية. فلذلك أصبحت تقريبا كل المدن التركية، اسطنبول وإزمير وميرسن وغيرها، كليتها ضمن منظومة الأهداف اللي صواريخ اللي اشترتها من إسرائيل اليونان. اليوم نسمع أنه بصواريخ فرنسية مضادة للسفن تقوم اليونان بشراء ما يعادل 20 بطارية لتلك الصواريخ، وهذا أمر هام للغاية، أنه إذا وضعت هذه الصواريخ أيضا في الجزر اليونانية، هذا يعني بأنه عملت حصار مطبق على تركيا في حال أي تدهور في العلاقات أو تهديدات تركيا بالنسبة لليونان. لا أعتقد أنه تركيا من اليوم فصاعدا تستطيع تهديد اليونان، وسينعكس هذا على لهجة الخطابات السياسية للساسة الأتراك في المستقبل. طبعا موضوع قبرص واليونان هذا أيضا تحدثنا فيه قبل شهور، قلت لكم راح تجي المرحلة اللي راح تبدأ فيها وسائل الإعلام الدولية والعالمية بالحديث عن هذا الموضوع، اللي راح يتحرك وراح يحركوا ملفاتها في الشهور القادمة. وبدأ الآن، صار لها فترة شهر تقريبا الحديث عن هذه المواضيع كلها. طبعا لا يملك الأتراك الوقت الكثير، الأتراك ما يملكوا الوقت كثير، لأنه أكبر معضلة عندهم هي المعضلة القضية الكردية في داخل تركيا، لأنه أي تحرك دولي من خارج الحدود سيؤدي إلى انهيار الدولة التركية في الداخل، خصوصا أنه المشاكل الموجودة في الداخل تركيا مشاكل عميقة جدا، خصوصا اللي متعلقة مع الأحزاب التركية نفسها ومع الشعب الكردي أيضا، وأدركوا الأتراك هاي الخطورة الكبيرة جدا. فبنشوف هلا تغير اللهجة، يعني لأول مرة في تاريخ القضية الكردية أو حركة التحرر الكردية اللي كانت تحصل فيها مفاوضات ما بين الدولة التركية وحركة التحرر الكردية، أنه الرئيس يتدخل في تلك المفاوضات. دائما كان الرئيس التركي شو ما كانت تسميته قبل، يعني أردوغان في رؤساء كثير أيضا دخلوا في مفاوضات مع حركة التحرر الكردية، بدءا من تركوت أوزال إلى مسعود يلماز إلى تانسو تشيلر إلى كل هؤلاء، إلى أن نصل إلى أردوغان. ما كان في رئيس من الرؤساء الأتراك يتدخل في هذه القضية ويحملها على عاتقه. ليش؟ لأنه مسألة خطيرة جدا بالنسبة لهم، خصوصا بالنسبة للدولة العميقة والقوميين الأتراك اللي موجودين في تركيا. فما كان يجرؤ رئيس تركي أنه يتحدث بهذا الموضوع. نرى الآن أن أردوغان دخل بهذا الموضوع، وهي أول سابقة في تاريخ تركيا وما حصلت قبل الآن أبدا. وهذا تطور نوعي سياسي كبير جدا. طبعا بنشوف خطابات الأتراك الآن خلال الأيام القليلة اللي فاتت، يعني حتى خطابهم بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية تغير. فالمسؤولين الأتراك لم يعودوا يطلقوا على باكاكي على قوات سوريا الديمقراطية، وبدأوا بتسميتها SDG أو قوات سوريا الديمقراطية. وزير الدفاع يشار كولير يعني اليوم تحدث في خطابه عن قوات سوريا الديمقراطية وسماها باسمها قوات سوريا الديمقراطية، وتحدث بأنه تتم مراقبة عملية المصالحة ما بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية بعناية.
هو يتحدث بهذا، وراح أحط لكم حديثه أيضا. خلونا نشوف. Değerli silah arkadaşlarım, yeni Suriye hükümetiyle SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye'nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir. Değerli silah arkadaşlarım, yeni Suriye hükümetiyle SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. قبل كانوا يتحدثون أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه يتم قبول أي مفاوضات مع PKK الإرهابي طبعا حسب وصفهم، وأنه يكون جزء من العملية السياسية في سوريا بأي شكل من الأشكال. الآن بدأت اللهجة تتغير وبدأ الحديث مختلف، بس يقول لك إيش، نحن ننظر بعناية، نراقب بعناية، وهذا كله كلام فارغ يعني ليس كلام سياسي نهائيا. أنه العملية السياسية اللي تم اليوم، كان في أيضا تصريحات لأردوغان هامة للغاية، يعني تحدث فيها أنه لن تقبل تركيا بأي شكل من الأشكال، لن تقبل تركيا. بس دقيقة، جنرال كوباني راح أخبرك كويس هلا، راح تفوت بحياتك لهون. لن تقبل بأي شكل من الأشكال تركيا أن سوريا تتقسم. وهاي التصريحات أنا بالنسبة إلي ما بتدل إلا على تقسيم سوريا، ما بتدل إلا على تقسيم سوريا. الحديث اللي بيتحدث فيه أردوغان دائما يأتي بنتائج عكسية، مو حديثي أنا، هو حديث أردوغان اللي كاتب لي خسئت أو كذا، وهاي روح قول له أردوغان خسئت، لأنه أردوغان بس يقول شغلة بدها تصير للأسف الشديد. بس أردوغان يقول فلان مكان خط أحمر، أعرف هذيك المنطقة راحت. ليبيا بده يخرب الدنيا وخط أحمر وكذا، ليبيا راحت. تونس نفس الشيء راحت، مرسي نفس الشيء راح ومات شبع موت. وأنا تعلمت من السياسة كل ما يقوله أردوغان يحصل عكسه. فعندما يقول أردوغان سوريا خط أحمر وسوريا لا يمكن أن نقبل أنه راح تتقسم، وسوريا نراقبها بشدة، أعلم بأنه سوريا أصبحت في خبر كان. أعلم أنه سوريا فعلا، بدي أشوف تصريحه، مشكلة اليوم ما جهزت شيء يعني، فورا جيت وفتحت الله لكم تصريحه كامل. وين راح أردوغان؟ تعال ثواني. شباب ما عم ينزلوا كل الأخبار كمان على كل، وأنا حافظه يعني، ما يعني بما معنى الحديث. أردوغان قال بأن سوريا هي خط أحمر ولا يمكن أن يقبل بتقسيمها، وسوريا بالنسبة له يعني خط الحماية بالنسبة لتركيا. وهذا الكلام كله مثل ما قلنا لكم، مجرد ما تحدث أردوغان بأي خطوط حمراء فتلك الخطوط تتحول إلى خطوط خضراء صراحة. وما تحدث شيء أردوغان فيه عن العالم العربي كلياته أو أي مكان إلا وحصل عكسه. أنا هيك تعلمت من السياسة خلال مراقبتي، سواء كانت في ليبيا، سواء كانت في تونس، سواء كان في مصر، سواء كان في السودان، سواء كان في أي مكان. أعلم أنه أردوغان عندما يهدد ويصرح ويحدد خطوط حمراء تكون المنطقة هذيك ذهبت أدراج الرياح صراحة، أنا بقول لكم إياه. وهذا يعني بالنسبة إلي تماما أنه أنا بفهم منها أنه أردوغان يعلم تماما أنه سوريا ذاهبة إلى التقسيم. أردوغان يعلم أنه سوريا ذاهبة إلى التقسيم، ولا ما كان قال سوريا خط أحمر ووحدة سوريا خط أحمر، أو قال لن نسمح بتقسيم سوريا. ليش؟ لا، أنا
أتحدث بشيء أساسا ما راح يحصل. أنا ليش أتحدث الآن بجيكم هون وبتحدث بشيء لا يحصل؟ في واحد بالعالم بيجي يتحدث بشيء إنه ما راح يحصل بالأساس. فإذا حديث أردوغان واضح بأن سوريا ذاهبة للتقسيم، لذلك هو ذكر أنه لن نسمح بالتقسيم، والأراضي السورية خط أحمر. وهذا الحديث اللي تحدثت لكم إياه قبل 3 سنوات وقلت لكم سوريا ذاهبة للتقسيم لا محالة. يؤكد أردوغان اليوم بحديثه، يؤكد بحديثه بأن سوريا فعلا ذاهبة للتقسيم. طيب خلونا نرجع اليونان. اليونان تشتري صواريخ اكسيوست المضادة للسفن من فرنسا. وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورونو، وزير الدفاع اليوناني نيكوس دينادياس يتحدثان لوسائل الإعلام بعد اجتماع في وزارة الدفاع اليونانية في أثينا في 14 إبريل 2025. أفادت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين أن اليونان ستشتري 16 صاروخا مضادا للسفن من طراز أوكسيوست من فرنسا. ووقعت الصفقة في أثينا خلال اجتماع بين وزير الدفاع الفرنسي الزائر سيباستيان ليكورونو ونظيره اليوناني نيكوس ديناس وفقا لقناة ART العامة. أكد دينياس أن أنا اسمع اليونانية صعب علي بصراحة. دينياس وفقا ل ART العامة أن اليونان تواجه تهديدا مستمرا، مؤكدا أن على بلاده أن تبقى دائما متقدمة على الدول المنافسة. أنا من شوي حتحدث لكم عن الفوارق اللي أصبحت الآن ما بين اليونان وتركيا. كما جدد معارضته للتعاون الدفاعي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أنه يعارض أي معاهدة دفاع ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي. أكد اليورونو على الأهمية التي توليها فرنسا لشرق البحر الأبيض المتوسط، وقال أن باريس مهتمة ببناء فرقاطات إضافية من فئة FDI للبحرية اليونانية، وتعد فرنسا موردا رئيسيا للأسلحة إلى اليونان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تسليم الطيارات رافال المقاتلة وفرقات من فئة FDI. تستخدم اليونان نسخا سابقا من صواريخ كوزويست منذ عقود. يتميز هذه الصواريخ الذي تنتجها شركة الدفاع الفرنسية MPDA بدقة وقدرة على اختراق سطح البحر، وهو مصمم لتدمير السفن الحربية المتوسطة الحجم. وهذا يعمل فوارق كبيرة جدا ما بين اليونان وتركيا. وطبعا هذا مثل ما قلنا لكم سيؤدي إلى تغير اللهجة التركية، وراح نشوفها بالفترات القادمة. حتى تجاه اليونان ستصبح اللغة التركية مختلفة تماما. يعني العنجهية اللي كان يتحدث فيها أردوغان، تتذكروا السفينة التركية اللي كانت تتنقب عن البترول أو الغاز قبالة شواطئ البحر الأبيض المتوسط، واللي فجرت أزمة ما بين اليونان وتركيا بوقتها، وتدخل الاتحاد الأوروبي، وكان يتحدث فيها أردوغان بعنجهية كبيرة جدا خلال السنوات اللي فاتت. سفينة فاتح، نعم، هل تذكروها هاي؟ وكان يتحدث بعنجهية مع اليونان، ويتحدث بعنجهية مع الأوروبيين. ليش؟ لأنه كان في تفوق عسكري ما بين الأتراك واليونانيين آنذاك، وكان أردوغان يعني قوي في ليبيا وفي مصر أيضا، وشايف حاله أنه الاتفاقات اللي هو يبحث عنها ما بينه وما بين الليبيين والمصريين وخط أنابيب الغاز الشمال الإفريقي اللي كان بيرسموا أنه يدخل إلى لبنان، ومن لبنان يتوزع إلى سوريا، ومن سوريا ينضم له الغاز القطري ويتوزع في نقطة واحدة وينطلق إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وأنا تحدثت عن هذا المشروع بالخراط قبل سنوات عديدة جدا. لأخوة المتابعين بيذكروا هذا الموضوع. وقتها كان أردوغان يحس بالقوة والقوة الكبيرة جدا والعنجهية بالحديث. الآن راح نشوف الخطابات تبعيته، والعنجهية هي راح تتغير بشكل كبير، لأنه فوارق القوة أصبحت
مختلفة تماما. طبعا اليوم في خبر هام أيضا من إيطاليا، منحت بلدية بولونيا الإيطالية يوم الاثنين الجنسية الفخرية لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، وقد تسلمها ابن أخيه عمر أوجلان. وقال عمر للصحفيين في بولونيا بعد استلامه الشهادة من نائب عمدة المدينة إيميلي كلانسي: اليوم نفخر ويشرفنا أن نستلم الجنسية الفخرية الممنوحة للسيد عبد الله أوجلان في بولونيا إيطاليا نيابة عن السيد أوجلان والشعب الكردي. نعرب عن امتناننا لهذا التكريم ونأمل أن تؤدي هذه الجائزة إلى السلام والديمقراطية والحرية. وصرحت كلاناسي وفقا لصحيفة آلسترو ديل كارلينو الإيطالية: أشكر المجلس على هذا الاختيار، وأعتقد أن بولونيا بمنحها هذه الجنسية الفخرية تؤكد من جديد بطريقة ما تاريخها وقيمتها. ترامب يقترح خفض ميزانية وزارة الخارجية. طبعا وزارة الخارجية الأمريكية كبير جدا، مصاريفها كبيرة جدا جدا، وعندهم آلاف الموظفين اللي رواتبهم عشرات الآلاف الدولارات، فخفض الميزانية فيها سيتم خفض الميزانية فيها لتوفير 28.4 مليار دولار. هاي أيضا أحد الخطوات الأساسية، لأنه كانوا في جميع أنحاء العالم مبعوثين وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا موضوع ما هو كبير أنه نتحدث عنه. طبعا اليوم كان في وفد بريطاني أوروبي أيضا موجود في شرق الفرات. اليوم كان في وفد بريطاني أوروبي في شرق الفرات، وأنا قلنا لكم قبل فترة أنه الاتفاق اللي حصل مع أحمد الشرع سيحث الوفود الأوروبية والوفود الأجنبية إلى التوافد إلى شرق الفرات. وراح نشوف خلال الفترة القليلة القادمة بأنه شرق الفرات راح يصير مثل أربيل، يعني كل القادة السياسيين والزعماء والرؤساء لابد لهم بالمرور بالقامشلي، لكن هناك إجراءات نوعا ما لحتى تتم مسألة المطار وغيره وغيره، وراح تتحول فيه القامشلي أيضا مثل أربيل تماما. كل الرؤساء ممكن تزور القامشلي حتى ما تزور دمشق، لأنه مركز حقيقة الآن، حتى مركز الحكم في سوريا الآن القامشلي، وهي حقيقة مشان تعرفوها. وبدي أقول لكم كلام كمان: اللي يحكم سوريا هو مو يعني بالتشارك، لكن الكلمة العليا له هو جنرال مظلوم عبدي، هو اللي بيحكم سوريا أكثر، صدقوني، بس مبين للإعلام شيء آخر ومختلف. فخلال الفترة القليلة القادمة راح نشوف دور أكبر وظهور للإعلام بشكل إعلامي أكثر، لكن من وراء الكواليس اللي بيحكم سوريا هو جنرال المظلوم عبدي أيضا. ولا يستطيع الشرع أن يقوم بأي خطوة من دون الجنرال. هذا الكلام ممكن يخلي الناس يعني تسخر مني الآن، لكن غدا لناظره قريب، ورح نشوف مين الصح. مثل ما كنت أقول شغلات كتيرة سابقا، وكنت كتير من الناس كانت تستهزئ مني، صرت ترجعون إلي وتقولوا لي كلامك كان صحيح. نعم، سيد جنرال مظلوم عبدي هو الحاكم الفعلي لسوريا الآن، وخلال الفترة القليلة القادمة راح نشوف أيضا أنه على الإعلام والوفود الأوروبية كلها راح تيجي بشكل علني إلى القامشلي لما يضبطوا المطار، يضبطوا أمور تانية موجودة. الاتفاق الحاصل ما بين الإدارة الذاتية وحكومة الشرع هو اتفاق لا يمكن الرجوع عنه، ومجبور عليه أحمد الشرع، وأنا بقولها بكل صراحة، موافق على كل الأمور، ومو الموافق أساسا، هو ما بيده شيء، هو منفذ. أحمد الشرع هو منفذ. تم تخلص من بشار الأسد وكان البديل أحمد الشرع، لكن الحاكم الفعلي لسوريا ما هو أحمد الشرع نهائيا، اللي حطه يحكم.
مثل ما بيقولوا جماعة هؤلاء السوركيين والإسلامويين اللي يتحدثون من يحرر يقرر. صح هذا الكلام. واللي وضع أحمد الشرع هو اللي قرر، واللي سمح لأحمد الشرع يفوت على الشام هو اللي قرر. عشان نكون واضحين بهذه المسألة، يعني أحمد الشرع مهمته في سوريا هي مهمة انتقالية، يعني إنهاء جميع الفصائل الإسلامية الموجودة في سوريا، تقسيم سوريا جنوب مثل ما قلنا لإسرائيل، تقاسم النفوذ في سوريا، ساحل للروس. اليوم كان في دعوة من أحد مشايخ العلويين أو كبار مشايخ العلويين في الساحل، وطالبت فيها القوى الدولية بدخول الإدارة الذاتية إلى الساحل السوري. يمكن شفتوا أنتم التسجيل هذا كلياتكم. أحد الشيوخ طالب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بإدخال قوات قسد والإدارة الذاتية إلى الساحل السوري، وهي أيضا سابقة غريبة يعني بالنسبة للناس، لأنه فعلا هو الحاكم الفعلي لسوريا هو الجنرال مظلوم عبدي. وأنا بتحدى على هذا تحدي بأي شيء بدكم إياه، وبكرة بتشوفوا هذا الشيء سيتحقق وأمام العالم كلياته أيضا. وأنا مثل ما قلنا لكم يتم الآن الترويج للجنرال مظلوم عبدي لأنه يكون الحاكم الفعلي لسوريا في المستقبل، طبعا بعد تقسيمها بشكل واضح. وما قلت لكم إلا تصريح أردوغان هو دعوة لتقسيم سوريا، هو دعوة لتقسيم سوريا حقيقة. ما قال هذا الرجل شيء، أردوغان ما قال هذا الرجل شيء في العالم وما حصل، وأنا أنا بأيد أردوغان في كل كلمة بيقولها دائما. ليش؟ لأنه كل شيء بيقوله يطلع صحيح. شيخ في الطائفة العلوية في تركيا الشيخ سليم نارلي يطالب المجتمع الدولي بتسليم منطقة الساحل السورية وحمص وضواحيها إلى الإدارة الذاتية إقليم الساحل السوري، لأن هذا الحل هو الوحيد الذي يوفر حماية لشعب المنطقة، ويدعو جميع العلويين وشعب المنطقة إلى الالتفاف حول هذه الإدارة. كلنا واحد حتى النصر، يتحدث فيها الشيخ. هذا هو شيخ الطائفة العلوية في العالم كلياته اللي اسمه سليم نارلي، يطالب المجتمع الدولي بتسليم منطقة الساحل السوري وحمص وضواحيهم إلى الإدارة الذاتية إقليم الساحل السوري، لأن هذا الحل الوحيد الذي يوفر حماية للشعب المنطقة، ويدعو جميع العلويين والشعب المنطقة إلى الالتفاف حول هذه الإدارة، ويقول كلنا واحد حتى النصر. أنا في حلقة قبل أسابيع تحدثت لكم عن منطقة حمص وحماه، وقلت لكم هاي قريبا راح تكون أصفر. حمص وحماه هذا الساحل، طبعا ساحل راح يكون في تقاسم ما بين الطرفين، لكن الآن بدأت البوادر على حماه وحمص تظهر بشكل واضح جدا، خصوصا القاعدة الأمريكية في حمص والبادية. وأيضا عم نشوف الحماه والأصوات اللي بتطلع منها، وخصوصا أنه فيها عدد كبير جدا من الكرد في حماه، فلذلك الأمور أصبحت تتوضح الخريطة نوعا ما. خلال الفترة القادمة مع الوقت راح تشوفوا هذا أكثر وأكثر. أعتقد أنه أكتفي لهذا القدر. نعم اضحك بس بكرة تشوف يا عزيزي، وما تحدثت به ما لا يمكن أنه يخيب. سوريا ذاهبة كما قال أردوغان، وهذا كلام أردوغان اللي قالوا أنه سوريا ذاهبة للتقسيم لا محالة. عندما يقول أردوغان لن أسمح لسوريا بأن تنقسم، وسوريا بالنسبة لي خط أحمر ولتركيا خط أحمر، أنا بصدقه تماما، لأنه ما قال أردوغان يوم من الأيام فلان مكان خط أحمر أو فلان مكان لن يحصل فيه كذا إلا وحصل عكسه. فلذلك أنا كل تنبؤاتي باخذها من أردوغان صراحة، يعني جزء كبير من تنبؤاتي باخذها من أردوغان. عندما يخرج أردوغان ويتحدث بأي حديث باخذ عكسه، بعرف أنه عكسه راح يصير. مثل أيام تتذكروا بدايات الثورة السورية،
لاذقية خط أحمر، بعدين حماة خط أحمر، بعدين حمص صارت خط أحمر، وبعدين دار إدلب شوي يقول خط أحمر كان راحت بس الله سطر، حلب كمان خط أحمر، كل الخطوط الحمر طارت. ليبيا خط أحمر، مصراتة خط أحمر طارت. حركة النهضة في تونس خط أحمر طارت ودخل السجن الغنوشي. مرسي خط أحمر وندعمه بقوة وكذا وهاي طار ومات بالسجن. سودان نفس الشيء، والحكومة السودانية صارت في خبر كان وطلعوا لهم جماعة الدعم السريع وطارت. غزة خط أحمر دمرت من بكرة أبيها، ما ضل فيها بشر يا زلمة. فتعلمت أنا أنه هذا البومة كلما ناح في مكان خربها وقعد على تلتها حقيقة. وكان يقول كوباني بكرة تسقط لما كان داعش، وكوباني بعد بكرة راح تسقط، وسقط داعش، وكان أقوى بكثير من كوباني داعش وقتها، وكان يملك كل الأسلحة الأمريكية اللي أخذها من الجيش العراقي من موصل، سقط داعش. فتعلمت من هذا الرجل كل ما يصرح به أخذ بعكسه وأعمل تحليل سياسي، وصرت محلل سياسي على ظهر أردوغان، وصرت محلل سياسي على ظهر أردوغان. اكتشفت هاي الشغلة، فكل ما يتحدث فيه أردوغان باخذ عكسه وبجيب أحلله وبيطلع معي صح. أعتقد ناخذ استراحة. أتمنى من جميع الأخوة اللي موجودين معنا يضيفوا الأخت سوزان، لأنه راح تفتح هي بس من اليوم ورايح باللغة الكردية، وراح أكون أنا متواجد معها. از بيفي ما هون حمو إضافة بكن دي صدنا في جارة لازمة جبركو قوي بس يجي روبي دفكي وبكردي أزي جم قلق جارة جموية إنما تشم جم كسك غيرها جم خشكا سوزان بيفا فلا سوزان عفوا. فأز بيفي ما هون حمو ويبشو بينن بري هون هرن ونحمو ويبشو بينن زحمة نبي. Vitaš. يا وتدبي هون شاوانا ما وتدبي كان في الكودرية ما نسر قصتي خدش طرازي يا هون والله عجيبا موت بعجينن سرقي سطيا خشكا سوزاني ضافن كوا سرقي سطيا ما في اسم سوزان. T'en avais dit Mamosta, t'en avais dit
لا يا زلمة، هدول كل ما يطلعوا الإشاعة هاي سبحان الله البنتاغون مباشرة بيطلع كلام مضاد للسوريين. واشنطن ستعيد تموضع قواتها في سوريا والانسحاب كامل من شمال وشرق سوريا. لا يوجد انسحاب. بعد أن تداولت وسائل إعلامية بأن القوات الأمريكية ستنسحب من شمال وشرق سوريا، أكدت مصادر خاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعتمد خلال الأشهر القادمة على قاعدتين عسكريتين كبيرتين ورسميتين في المنطقة، يعني راح تكبر قواعدها، ومدعومتين بسلاح الجو بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ستبدأ بالإخلاء المواقع الصغيرة وحشد قواتها في قاعدتين المذكورتين. على فكرة قامش لوجيها بطريقة مش وقتها مش وارد قول أمنها وفعالية عملياتها. للأخوة اللي كانوا يسألوني كان يرى من زبالة يجروا. للأخوة اللي كانوا يسألوني عن انسحاب القوات الأمريكية، نحن ما عندنا قوات أمريكية، هدول قوات كردية أمريكية، قوات كردية أمريكية. ما في قوات أمريكية عندنا نحن، هدول كلياتهم من الكرد الأمريكان اجونا، من الكرد الأمريكان اجونا ورجعوا لبلدهم بعد ما تحررت، فقط ما عندنا أمريكان. يقول لك واشنطن ستعيد تموضع قواتها في سوريا ولا انسحاب كامل من شمال وشرق سوريا. بعد أن تداولت وسائل الإعلام بأن القوات الأمريكية ستنسحب من شمال وشرق سوريا، أكدت مصادر خاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعتمد خلال الأشهر القادمة على قاعدتين عسكريتين كبيرتين ورسميتين في المنطقة مدعومة بسلاح الجو، يعني مطارات. حتى قبل ما كان في مطارات بسوريا على فكرة، ما في سلاح جو أمريكي في سوريا اخوان. قبل ما كان عندنا في سوريا طيران أمريكي. الطيران الأمريكي كان يجي من القواعد اللي موجودة في الإقليم، يعني حاملات طيارات من الأردن، من قاعدة العديد في قطر. ما كان في عندنا قوات برية أمريكية فقط، وفي منظومات صواريخ نعم. وهاي الآن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية بأن سلاح الجو سيكون موجود في أكبر قاعدتين له في سوريا. بعد أن تداولت وسائل الإعلام بأن القوات الأمريكية ستنسحب من شمال وشرق سوريا، أكدت مصادر خاصة بأن الولايات المتحدة ستعتمد خلال الأشهر القادمة على قاعدتين عسكريتين كبيرتين ورسميتين في المنطقة مدعومة بسلاح الجو. وهون الفكرة بدك تفهمها من الخبر، مدعومة بسلاح الجو، يعني راح يعملوا مطارات عسكرية للطائرات الأمريكية في شرق الفرات. مشان أقول لكم شوفوا الكلام، مدعومة بسلاح الجو بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، مو بالتنسيق مع الحكومة السورية، بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ستبدأ بإخلاء المواقع الصغيرة المتبقية وحشد قواتها في القاعدتين المذكورتين لضمان أمنها وفعالية عملياتها. فهمتوا؟ أهو فقط ساقيست خوستيا خد زيكي درناخ هرن يا أخي سقيستي هرن يا أخي الرازن شي هو قيستي جم خوستيا تتوازن بيجن برس ناف قيس جم ممنوع، قيس جم ممنوع، بس قيستك سيدر ناخذ الرازن هر يا أخي بريشني خذ رازن ما تنشى منين هاد 6 ساعات دي مسهرين نهاري كيجوي قصده برساكي. أم مش خورة استرانا بحسين النتشي ترى مش خورة هيدي دي تشكي بسياستي بشتانا بس قيستا درناخ مكسنوني جمنا زلايا كسينا قيس جمنين نهار لايفك يشخورة فكا والورس سر كيف أخو بشتغلها
جبر جيرو بيتا زي دسبيكم براسي بني دروس يرجع ما دسبيكر جي أمي مواضيع فكري طرحكن أمي مواضيع فكري أمي هدي دسبيكن جبروا له أسكسي جستان در ناخم بس هي شبكة استني ما در تخم كاوي برسناكن ويتشنا بيجن غير له بيفنينا Slavres, سلام ريسر شاوا تشاوي بابي أريان الحمد لله أخبارات صحتها تشاوي قالك باشا قود بشترى يعود خلاص بيجا من تشيتش شغلك معي يا أخي جيراني تشاوانا ودي شارع إذا ماشي تشاوانا آزاد الفري آزاد والله يا زلمة بقطعة الفرد ليتا مع الأغراض غيو أمولونا كآزاد الفري آزاد أو جبر أو خورت أمش خورتك عفريني ما تخوست نافي قندي ناكش بيرامتشو دوماني دلمني راحوا شكله شنو آزاد الفري آزاد خوشكا سوزان وجا قافات تر آزاد ماني بس لا شو أحكي آزاد أو خورتها قندي حسن ديرة قندي حسن ديرة ناحية بالبلي لاشر أري حسن ديرة ناحية بالبلي كيج عفريني جوي قندي بالضبط جمر خاص بالشيء بخير أخوه يعني موضوعك هي متخاص بيرة بشتغل ش حسن ديرة أري مظلوم حسن ديرة ناحية بالبلي يجوي منطقي بي جوي قندي بالضبط يعني لا ولا قندك دي تربية أم جوي قندي خاص ناس تخازن يعني خدي كاسك جوي قندي خيانينا على كل حال مظلوم خرطبة عفرينك وتكسك ديت جوي قندي أم تخازن هو جمرة خاص بالشين باشا برافو يا ريان خلصت به لم لا مشكلة نينا محلك تكرر بس كابيجا من تشيا مسألة يا حسن دير صار خاص والله دفيان بشتر بيجن اي باشا جبر موضوع نايقو تسرعان جبروا له شخوا ذات المدخوس برسك يجيب كن صار خاص او شي نسر عابشي والله جعابي وخرب لكا وقلت كي يكي إيرو تقول شكودي يكي خورتك شكوبا عليه تقول شكودي بقول والله جري غزال عما قو يا دي بيجا تل غزال جري غزالة شو كيش حمارة يا والله حسنا ما كله دي بيجا حمارة ما وخلاص حسنا تشوفي تشكودش حسنا برد الخصية نافي خوش دي كان قندي اخو نافي انا خوشة نافي قندي انا خوشة تبنيا نافي عربية كنيسة صلاح ما ندى نافي كراجي نافي يشبو بسنة نافي قندى نافي كرايا جارك يقو يكي هفالك منجي طبعا كيد هات جيت برسيد قو نافي تشكودري نافي عربي تقوت ياو نافي كرمتشا جبيرا كرب عربي تشيا وابو مقون انا اشتري نافي كرايا ورقماو يعفدا قلت شعتش معنا رقمها حفدا قول رقمها حفداي وياكي كتبوا رقمها حفداجي يعني اوا ماشي جانا ولا خرطبة اشتغلت جانا كفنا لايف هذا جدرنا مش خلقه هدايت كبير والله جانا تسناولو دوبار درت كيف في خراب شحيش زحف الخراب شحيش وهناك زحف شو اخبارك لسه صلاح؟ داول شغل باش باشا الحمد لله جيراني مجي قال لك باشا واتشار هذا جيد باشا وباجاري باشا باشا ده باشا ازي قرم حسن ديرة ايش حسن ديرة ابي جناحيا بالبلي حسن ديرة بلا خاص من بالشيء ضروري ساعات خش باشا صلاح تشكي كامزل متي برضام كلو ايش تسويه ساعتك ترجي والله ما بتشكي لا خشكا سوزان هري تيست لايفا خوفك فيجا او تشكي وترا خشكا سوزان هر لايفي فكنها وبجربينا بس كان ثانية كي هذا فكا وبراس الصراحة جبت دركة برا إيرو بيه وشانا دسبيكي تمام نا بلكي وطالي وينا كي يرون كاربي فكي كزونا بس فكا بجربينا جو كاوي فبي بطريانا تمام باش برنامج جابين شو باش
Vaš Ja się serczałem. Szabata jibini خوش باگارين. Sarčava. هذا هناك استرانا دين مسري وبلكي ولو تشتن سري مخناس بشطالة. شفان شو رازا شفان مرتاح بو شفان الفربي رقم ياك دينا نويري ديني نويري خلاص والله عليك الأمان خدي كستا حضرناكي شفان رقم ياك دينا كستا حضرناكي نويري ديني نا جبو كسبي نافي أصلي ناس ناكي ما نويرو جا قدر كد قلت تشلو نافي ما أصلي ناس كده Feiere einzigartig. نا نشفانا ايوا رقم ياك داني نشفانا شوية شفان تحمو لايف هدايا لايفك
كاين يعني مثلا ويدنيا خراك ترامبا تشيا صرح تصريحات صرح عندي بين نشغل من على كم جنينه عطية التبيس جارة كتب عندي صرح صار بس نبي تصريحات قوية جدا ايه ويش بي يعني باش تيوا تصريحاتها رجع ضاوي خرابي كردستاني آزاد بي يعني ويتشجي يعني ويتشجي بي شو على فكرة بعد كم يوم وهي راح يفتحوا مراكز تبعية الهجرة والجوازات مشان الجوازات والأحوال المدنية بس في عقبات فنية لأنه أحمد الشرع ما بيملك الأجهزة نهائيا تبعية الجوازات عنده كادر ضعيف جدا يعني وهاي ومسألة التعليم حلوها خلاص يعني الشهادات تبعية الإدارة الذاتية السنوات اللي فاتت كلها معترف بها ومعترف بالمدى
يوم ما اجى وكذا، وحتى لما كان بإدلب وكانت حدود بيناتنا وبينه، ولا قاتلنا ولا قاتلنا، وعم نبيعوا بترول ووضعنا تمام، ولا يقرب علينا لا بالشيخ مقصود ولا بالشعبة ولا بأي مكان، بالعكس عم بيوقف كل التانيين هذوليك. انتوا ليش يعني متضايقين من أحمد الشرع؟ ما بعرف ليش متضايقين منه، يعني شو السبب؟ شو لنا شغل فيه؟ هو عم يعمل دولة بني أمية، احنا بنشجعه، ما لنا علاقة. والله في تليفون عمري خلاص بويا، لفيس تليفون كديبين مشكلة بس مباشر. عمري تليفون قالك كنت كي مع انه ايفون 15، بس قالك كيف جد علقي وتشيك دبي وانا اجبركو معالجي وينا تيك توك دوكوجي للاسف الشديد. ف اصلا حزين مجمن قالك بروجي قالك لخبطات كفيدة. قريت تيك توك ولا التليفونات كي براس تيجي تيك توك تليفونها عمري كنت كي قالك
علي والله قال لك يقرمش دبي، قال لك يقرمش دبي جبر دايما شحنيده يا جبر بس مباشر. قال لك شحنيت خوي يعني نقاري له استمرار بك وبس مباشر. بيكو أصبح ما شحنيده فقال لك تليفون قرم دبي جبارية. كمبيوتري والله نزعنا من جرباندي. Immer noch auf der Suche nach einer Wiesen für Ihre Reise? لا عمى لا عمى لا عمى خبرك قال لك بيساتيا.
خبر صاعق، خبر صاعق، خبر صاعق جدا 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 جدا. بكفنا تليجرام إذا وين هانا شرين تليجرام إذا أصدرت إدارة ترامب مذكرة تقترح فيها وقف تمويل حلف الشمال الأطلسي الناتو والأمم المتحدة و20 منظمة أخرى. ما كان جيش وراء اشتغالي جوتن إنه ترامب سيتوقف عن دعم منظمة الأمم المتحدة اللي بتكلفها 20 مليار دولار. وعن الناتو طبعا أنا متحدث فيها كتير، بتعرفوا أنتوا قلت لكم إنه ترامب راح يفشكل الناتو ومنظمة الأمم المتحدة كمان. صدفة الآن الصحف الأمريكية تنشر ترامب بلان تيرش زحمتنا بيبقى غرفات تليجرامي ده تفلو صحيفة أمريكية نشران دي. أصدرت إدارة ترامب مذكرة تقترح فيها وقف تمويل حلف شمال الأطلسي الناتو والأمم المتحدة و20 منظمة أخرى تبع الأمم المتحدة طبعا. وقلت لكم أنا قبل فترة ولي الفخر أني أقول قلت لكم، لأنه هاي الكلمة أيوة هاي منشورة في غرفة التليجرام، في غرفتنا تبع شبكة التليجرام مع المصدر. ولي الفخر اني اقول لكم قلت لكم، لاني لما اقول لكم قلت لكم مو مثل التانيين اللي بيقولوا هيك كلام مجرد قلت لكم وقلت لكم وقلت لكم، لا. طبعا كانت دراسة مني شخصية، وكنت متأكد تماما انه ترامب راح يقترح هذا المقترح. هل سيطبق هذا الكلام أم لا يطبق؟ هذا حديث آخر. لكن ترامب سيحاول. طبعا بالنسبة للناتو راح يفشكلوا، أنا متأكد من هذا الكلام. لكن للأمم المتحدة بده يصير أخذ وعطى كتير بهذا الموضوع، وراح نشوف شو راح تكون المخرجات النهائية. بس أكيد راح يتم سحب الدعم من منظمة الأمم المتحدة وإنشاء منظمة جديدة. وأنا تحدثت عن هذا الموضوع أيضا، مثل ما تحدثت لكم عن الاتحاد الأوروبي. لكن خلال الفترة القادمة راح أشرح بشكل موسع أكثر شو هو الهدف من هاي العمليات اللي بيقوم فيها ترامب. طبعا هن الأهداف اقتصادية سياسية بحتة جدا على مستوى تغيير شكل خارطة العالم. فلذلك أنا طرحت لكم هذا الموضوع قبل فترة. موجود في التليجرام الخبر، ومن الصحف الأمريكية أصدرت إدارة ترامب مذكرة تقترح فيها وقف تمويل حلف شمال الأطلسي الناتو. يعني إذا وقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويل الناتو، لأنه تتذكروا كلام هام للغاية قلت لكم في ميثاق المنظمة الدولية الناتو لا يوجد آلية لفصل عضو أو آلية لإلغاء الاتفاقية، ما في. وهي ثغرة قانونية كبيرة جدا وغريبة جدا، أنه لا يستطيع حلف الناتو فصل أي عضو من أعضائه. هذا أمر غريب لا يوجد في ميثاقه. فلا يمكن أنه يتخلص من المعاهدات هاي إلا بوقف تمويلها، تمويلها. حتى تحدثت لكم عن اتفاقية كامب ديفيد ما بينها وما بين مصر. قلت شلون تستطيع أمريكا أو إسرائيل الانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد؟ لا تستطيع بالانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد إلا بوقف الولايات المتحدة الأمريكية 2.3 مليار دولار اللي بتدفعه لمصر كل سنة، وسيقوم ترامب بذلك أيضا. وستعتبر اتفاقية كامب ديفيد الموقعة ما بين مصر وإسرائيل ملغية، حتى تعطي ذريعة لإسرائيل ليتقدم في سيناء، حتى يعطيها ذريعة لأنه تتقدم في سيناء، لأن الاتفاقية تمنع إسرائيل التقدم في سيناء. فكل المنظمات الدولية لا يمكن، أغلبيتها طبعا أو الاتفاقات الدولية، عندما يتوقف التمويل تعتبر الاتفاقية اللاغية. لذلك أنا قلت لكم ترامب
سيقوم بوقف الدعم عن منظمتين الناتو ومنظمة الأمم المتحدة حتى يلغيهم بشكل نهائي. تكي تاني نجبركو مثلا كما ظنبونا انا ونا بس باور كنت تشتك نينكو ازبيجم تشينبي جبركو نكو استخوازم ولو تشيبي نكو انه اسحيجد كم كولو تشيبي نا جبركو ولو بخون دنيا رمرة دارت كافي وقتا از فلان تشتي تخوينم وبري وينا وحتى اساسا بري ترامبوري يصير حكم مقوتو ترامبوري يصير حكم ومن المتحدة ويلاغوكي وناتو جويلاغوكي وبريا الصالة من حمو افتشتيها هناكي تقولن نجبركو أسحج حزدكم نوا كفاي دي تركي كتر كيف نصر لايفا ودبي نريني من ونريني من أفنا نريني من أرينا نريني من لكن نريني كو سر أساسي دراسة متشكرنا نكوها على الهواء ولو أسحزدكم ولو بيجم طبعا كو تشت جاري صدفة بين قيد جارك بطرف صدفة شهر جارة بطرف صدفة بس أكيد بس تشتني بطرف صدفة شينا بنشي نولو يا وتشتني بطرف شيبن صدفة إنه شينابن معناها في صدفة يعني افتش ورد اشتغلت تشتم بيرد ظبط انت بيجي عالمي ميزنا افتش ظبطي وافتش ظبطي نعم وانت بين حمود ظبطي حموج ظبطي من دون استثناء فافنا رينيكو ازد بيجم نعم نرينا شخصينا لكن قارن اعتبار بكنا شخصية كشخص انه اولو تخوازينا افنا رينا مبنينا سرخون دني انه افتشتي هنا بالدنيا اذا تشابي جبركو اف هيا ووادي هيا فينا فقريد دم مرة نتيجة دارت كافي وتم بكل قوة الشرم ناكم جناريني خو جناطر صامجي كل قوة جي ازد بيجم وقالك تشتديجي هنا بلكي من اعلان نكرنا ونا بس بدانا جهاتنا تشيبونا وقالك جهاز فرولو قالك ترك واسر وشاني جد بيجم وأز بكل قوة بيجم ناريني خو جناطر صم ابدا لانه يكتني جيتشينا بعالمي حموي تركي جبيرا كي ويتضروفان درخي نها كو استشنا بيجم او عكسي وي دركبي امنا بين تشينا بينا مشكله بلكي كزلينكي بس عكسي وي دركبي عالمي مفضحيني وحمو تصد هزار نقطة قوتية تشيبويا ونقطة كتني تشينا بعكساوي تشيبي وحمو ورن شريمكن وحمو كجبيراكن ومضروفان درخن وليد قرن بس أجوا حموكا قوين ترم واستحدي بحموكا ردكم واز متأكد مش دي راسك واستكم ونارينيك واتكم جبروا له أستجعفي وحموكا درتخ بس شوي ونزال من أستجعفي وحموكا درتخم بكل قوة جاز ناريني خود بيش الأردني كرن نولو يا حركة أخوان المسلمين حركي الأردني أخوان المسلمين حركي النيرو الأردني نولو يا بس أي متابعين السياسيين هيك وأخبار التابعين إيش حكوا أخبار أنا تابعين تلفزيون هذا أردن حركي نولو يا كان جي ما بحسا أردن هيك وما قوي أردني ولو تشبه وأخوان المسلمين تدوي حركي هنا مرة بنرة إيه تماشك بس بيبي مواد تسجيلات درخنية كافن نقلق يدصال ونيف بريانة هناك كرد جارك يا براي عزيزي تكتبان دي
جو مالا خودي افا كنت كردي تندجي معي كنت دجي ما فارتي مالا مخراكي بيجم اف مشكلة هون تركي حمو كي تدبينن اف مشكلة هون تركي تدبينن مشكلة وي ودولتها وتشيكو او ناو حمو يسكارن بينج دقادة حلكم وأزان من إنها استهزائي بيكن وكذا حتى مشكلة ويا اقتصادي دبينج دقادة سكارم حمو حلكم وزبيج ما أقوله بكن فيه ولبكن فيه ولبكن فيه ولبكن فيه ولبكن ومبارشة جناب بس أفدوري شعبي هواية هذا سري شغلهم كوز وا بارشة بك جبر ولو قالك تشتهنز نابيج مسر وشانا نهاوي قالك يبي والله خو مزنتك يا ريس خو مزنتك عريس خو مزنتك وحقي منها يا خو مزنتك مونا قالك تشتهنا خوش براي مني بريز يكو مرة بتواصل ودوشاني بخود اجي هناك شوانا كهنا اوزان بتأكيد يجي انه اسكار مشكلة وانا كي حالكم حموي وقالك تشتهنا ازنابي جم سروشاني از خاصة بيجمة وانا بس سروشانا ازنابي جم نهائيا جبركو حل ويبنى حل جوارة وز حلانا الوقت مع الوقت نوكا هي حتى ملاطي مجي مراونا مع الوقت هوني من ناسكن يعني تفهم كرجم والله نكون أزمزن بالعكس أكثر إنسان متواضع بس مجبور بقلك قندرارة يكون كفنا في وشانها وخصوصا كردن هنا إنه صغيرا جه هناك يبغى تعامل بكم بس أكثر إنسان متواضع من ملاطي خورا وسحجوات كم قلقي وإيمن شخصينا أزدكن دمنا مفاجئ إنه أصدرونا بلكي بينجهز لام جبي أشتغالي كتنجي ناشتغل الحمو كاقو هدار دكم وكذا ودشتغل إنه ناشتغل إنه كذا وأنا بالنهاية بينج لقيتها لي دا أز موضوع حموكي حسن دكم وأز دماشي مش يعني أما هيك قالك جوانا كي من ناسنا كرنا Früher war der Rucksack voll. حلبة تجارية نقابنا الصين دا قلق سباس تيريش قلق تعبيها بأخبار تيريش يعني اقسم بالله العظيم بلكي تشار بين ساعة دروجي ده سر موفر عندنا خورتا كيما الشبكة دي يعني تشار بين ساعتك وجاري من دقرام ولا شبكات دقرام واخبارها ويقلك وقت سر موفر عندي الصين تأمر شركات الطيران بوقف شراء طائرات بويونغ أوخا ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 125 على السلع الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي ومن شأن هذه الرسوم أن تضاعف تكلفة الطائرات وقطع الغيار المصنع في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من الضعف مما يجعل من غير العمل بالنسبة لشركات الطيران الصينية قبول طائرات بوينغ
وذكرت الوكالة أنه من المفترض أن تنضم نحو 10 طائرات بوينغ 737 ماكس إلى أسطول شركات الطيران الصينية في المستقبل القريب، لكن هذه التسليمات أصبحت الآن موضوع تساؤل. تيرش مديت أو جلطة اللي خصتي مديت. أصيب عضو وفد إمرلي سوريا ثريا أندر بنوبة قلبية. أصيب النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وعضو وفد إمرلي ثريا أندر بنوبة قلبية، مما استدعى نقله فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج وفقا لما أعلنه الحزب. وأفادت المعلومات أن حالته الصحية لا تزال خاضعة للمراقبة الطبية دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول تطورات وضعه الصحي. قسما بالله العظيم إيه من أصدقائي خليمتين الفيدريا مقوت جارك مقوت وزناخوز مصر شخصياتها دائما بيشتغل مقوفنا هاري ويقلقي باش فدخوي خدت على دنقي مكر خالي متين الفرب أنا بس در كتب أنا بلا قوت بانا راستا يا أنا راستا. أبوتشي كيفن إيصالان وطي إتو السرواد شابوي أوش ما فهمتك نقصد متشيا أو أبوتشي كيفن إيصالان وطي إتوس حفقة السرواد شابوي حتانها وفشارتينا وأزي شندروجا كي تركيت بيجم حلقة كي سرواد شيكم أبوتشي صالان وطي إيخوا وفشارت وهون دوري حركة كتن بروسي روش تركز حلقة كسر وشيكم بس نطر سنة زناعة في شمو أزي دورا وتشبو وتشما وخدا آلي ونها وقتي وهات وأوج ما فهمت كنا تشد بيجو كلام في خبر الولايات المتحدة لا تتوقف أبدا ولا دقيقة واحدة. تتجه 5 طائرات نقل عسكرية من طراز سي 17A تابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى جانب طائرات إمداد من طراز أربوس A 330 24
3 MRTT تابع للحلف شمال الأطلسي إلى الشرق الأوسط. 3 طائرات منها انطلقت من رامشتاين، وواحدة من أفيونو، وواحدة من لوكسمبورغ، جميعها إلى الشرق الفرات. جميعها تشنا دقيقة خريطة بس تشنا كودري عموجي تشنا قواعد إخوة الخليج عموجي أسلحة وأنا حمود تشنا خليج. طبعا بولو فكرية وشخور أسترانا داني على فكرة جبويهم زانبا يعني حتى موشان قرتبا أنا جي از نظرة صعب يعني دي سولورونا ما زي الأخبار ما يزين مكاتشيتشيد بي وكذا ولا فخلاص از بورا زي لوجه ليجي حسين لأنه أخبار أغلبية إخوة أمريكا واناكي والصيني وكا في تشاخي درت كفن يعني وكا في تشاخي أنا جموا روجا وأز دائما دفيو أختي دا سهرانم حقيقة جبرولو خلاص از قالك لا ياخذ اخرين مش بيقولوا قالك جراز لا ياخذ اخرين ودبيجنا متشمات زونا فك ان نجبو زونا فك شبركو اغلب اخبارك ودولي دارت كيفن امريكا ولا الصيني ولا استراليا ولا كندا دفي وقتي هذا دفي وقتي دا تسهر مش بركو نشاطات دفي وقتي دا فخلاص بولو سهري ماجسترانا جديم نفس الوقت الاخبارات ميزي Voll knusper. طبعا ازقلك حجار ودوان كم هار دوان زاخولي بولو استراني مناكي مكيم داني نسري بس زيدين مسري يا عمان ما مخرجات المؤتمر الوطني الكردي قوت ويتشيبي ما قوت براي عزيز فقرة تسجيلها واو خبرك يا عجيبة. طبعا أنا مثلا جوار نموهم منه في تشتي ولد بيجم تعتزموا إنتاج نيفادا كي ناستكي نيفادا هو الناس تكنا أن نيفادا تعتزموا إنتاج معدات ذكاء اصطناعي. نيفادا شركة يا تشيا شركة تشيا كروت شاشة معالجات الكروت الشاشة تعتزم إنتاج معدات ذكاء اصطناعي بقيمة $500 بليون في أمريكا خلال السنوات الأربعة المقبلة. طبعا شركة نيفادا معاملة حمول صينيبو نها تعتزم إنتاج معدات ذكاء اصطناعي بقيمة $500 بليون في أمريكا خلال السنوات الأربعة المقبلة. أول خطوة بو إنه أمريكا نيفادا سحبكر وآني طبعا شركة أمريكية سحبكر وآني أمريكا جاركة دي شركة رقائق الذكاء الاصطناعي تعمل على إنشاء مصنع حواسيب فائقة في تكساس وأريزونا. تتوقع نيفادا بدء الإنتاج خلال 12 إلى 15 شهرا. أرى نيفادا نافي يمكن نيفادا حسب لغتها زمان دولة دا كتلي
Leila kann Zu Hause eingenommen. صحيفة الغارديان. وفقا لصحيفة الغارديان من المتوقع أن تقترح الولايات المتحدة نقل جزء كبير من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى دولة ثالثة مثل روسيا كجزء من المحادثات النووية المقررة نهاية هذا الأسبوع في روما، وتعتبر مسألة مخزون إيران من اليورانيوم شبه الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة قضية رئيسية في أي اتفاق نووي جديد، حيث نوقشت خلال المفاوضات عقدت يوم السبت الماضي في عمان، مع أن إيران رفضت ومن المتوقع أن تواصل أي مقترح يتضمن إزالة اليورانيوم المخصب لديها. راح تقبل حكي فاضي. شوفوا هذا الخبر هام للغاية مشان تعرفوا شلون الميت التركي يلعب على وسائل التواصل الاجتماعي. الميت التركي شلون يلعب على الوسائل التواصل الاجتماعي، بس مشان تعرفوا شلون بيخلوا الكرد ومشان يكرهوا أحمد الشرع ويكرهوا الحكومة في دمشق. نشرت العديد من الوكالات خبر لتعيين قائد فرقة السلطان مراد في الجيش الوطني سابقا نائبا لوزير الدفاع وقائدا للمنطقة الشمالية في الجيش السوري. بالتحري كشاف عن هذا الخبر تبين أنه تم تعيين فهيم عيسى معاونا لوزير الدفاع لشؤون المنطقة الشمالية وليس نائبا لوزير الدفاع. فهمتوا؟ ما عينوا نائب لوزير الدفاع، عينوا نائب لمستشار وزير الدفاع للشؤون الشمالية، المنطقة الشمالية. يعني مو نائب لوزير الدفاع، نائب لواحد بيشتغل عند وزير الدفاع مختص بالشؤون المنطقة الشمالية ونائب عند النائب، يعني بيسوي له شاي وقهوة. فهمتوا؟ بيسوي شاي وقهوة لنائب وزير الدفاع، ومو نائب وزير الدفاع لكل سوريا، نائب وزير الدفاع لمنطقة بيسوي له شاي وقهوة. يعني آذن عنده. قندرشي ايش بده يطلع؟ يعني تركماني قندرشي راح يعينوه نائب وزير الدفاع؟ كل عقلكم يا رجال، يكفي حكي فاضي. والله العظيم انه ناشروا مواقع تبع الجيش الوطني، والله العظيم انه ناشروا مواقع تبع الجيش الوطني، بطلع لك اياها. ثواني.
اقرأوا. نشرت العديد من وكالات خبر لتعيين قائد فرقة السلطان مراد في الجيش الوطني سابقا نائبا لوزير الدفاع وقائدا للمنطقة الشرقية في الجيش السوري. بتحرير كشاف عن هذا الخبر تبين أنه تم تعيين فهيم عيسى معاونا لوزير شؤون المنطقة الشمالية وليس نائبا لوزير الدفاع. أبو علي اكتب رقم 1 من فضلك. أبو علي اكتب رقم 1 يا أبو علي، لو سمحت تكتب رقم 1. وين راح أبو علي؟ أبو علي اكتب رقم 1 من فضلك. اللي كتبت يا زلمة إيش الكذب لو سمحت. هرب هرب هرب، هاي مشكلتهم. أنتم ملاحظين شغلة عن جد عن جد. جماعة بني أمية وجماعة الثورة وكذا، ولا واحد منهم يسترجف يعني يعلق عندي. أنا بالعادة ما بيعلقوا، قليل جدا. أفي تعلقني ما برجي لي كردن ها إيه كنت عفيجنا منه خبرات كنا منه كذا وأنا برجي لي كردن. بس هدوليك ما بيسترجوا أبدا، لا يعلقوا ولا أي شيء. خيو بيقول لك بعدنا هذا إيش بدنا فيه يا زلمة، وجع الراس هذا واي لا متجاهليني خالص. ملاحظين هذا الشيء ولا لا؟ بس أفدي يا خقاي إجمع كيمن لا والله كيمن إيك وش فايدي تركي ملطي تركي كيمن. صدفة يكون كتيت إذا من ناس ناكي لطش براني صدفة ولو كتيت إذا وكذا من ناس ناكي وديتي از كرد ما هناك ولو اشتغاليك الدينين. بس إيه دي إيكوش ولا نافمتين نسر اللي بعلايف يا أخوة ولا بحسام متكن ولا نهائيا. وحموجد بسام دنا هاب شف حموجد بسام دنا قهدارت كن أفي كلوا لايفات فكن وأفي ديكو خبرات كانوا إيكو خو سياسي حسب كن حموجها ولا يكجوانا كنا في مشيتيني ايش خد بلامده وناس سري خطيشيني وزاني انه نبقى سيك واساسا جوابان مدي. بس تدبيني برجيلي كردا احمقيمه بتشخاص النافي وانا وبكفنا حساباتي وهذا هون يبيني بس فيناك يا وكا مخابراتها بالشغل. عين وكا مخابراتها بالشغل. اي اكيد عليك قدامي بكفي حسابي ودامي زينا افش كودريه تشيا تشا دفاويه تيزاني بيتي فهمكي. اقسم بالله العظيم نش خايني كردا بانا كردستان زوفا تشيبو بانا. بس مشكلة شمية ملطي مية.
إيماني أو حموجي متابعين منا يعني إيكو دائما متابعين. الناس تقريبا 660 شتيدية أقل شي 600 وأنا كي متابعين منا. براي عزيز وقتاك وأشرب تايبت شيت كم و وقتها نبي وهناك يدار كفايتا بس قصدا نقولوا القلقات كما هنا تفهم كجمن ما يزين هادشي جوار باش قلقي واثقه مش خوا واثقه من لدرجه انه كو بمرن مجبور ورن المبحثين كو بمرن المجبور ورن المبحثين وبويا جوار نخوشي تفهم كجمن فاشخر بواد ليسم اشخر بوارا شرب تايبة سروات كم بواد ليزم سترانات دينم واد بعجينم تفهم كرجمن ايوه بالنسبة جوارا كردي من ايكو متابعي من هناك كو عاجزيتي ذهبي هنا ايوه بالنسبة جمرا نمشكلة مقارن دوختا جديدة حاضر من مقارن هرن دوفرا فيديو تشتمهم از مدرشر ان اليوتيوب دوفرا خويات كي تكاري الويناكي بحسيني نمشكلة ابدا نمو هم عدد قلق بيجمن تفهم كر براي عزيز فايه من وقتاز فيتشتي هناك يتكم قلق جي فهم ناكن ونزان دبي تشما ولودكي وتشما مع عقوبتكي وايه مع حجيتكن ومتابعي وينا وكروهن رونيا شعفي منن بس نجبوي ويا از تشتكي كم قصدا ازولودكم دجمن دفي وري لما بحسيني بقندرين بكيف اخوا نكاري وشغلي وي افا مراقبان بكي اسشد بيجم اتشنا بيجم فبهلن فيجا اشخر بواب ليسم ونكار الروجك يجي دفجم بردن وافنا بصالايا نجنا هذا هي وقت السر بالتو قدرت كتم وقت بحزارة المقوه دار تكرن دوي جوي وقت يفاولو بو اسفت ركيولو اختفاء بو ما تشوشك بو عمرين بيس صالبو ومن او حمو خصبونا قلاقيدا وقال لك جوان ها كردجي هنا ويدوي وقت يدا مناس تكرن هي برياد بازدا بالصالة مناس تكرن دوي وقت يدا فأزا أنا ما أسشتكم بسري وانا نمستهدف هون براي عزيز ملطي مني هيجا تيبيرا وقتاز جم كمال بكور بمشت قوتوا من بكورتنو أزدستيو ما شتكم نو نجم كرو خطابا من نجورة هي وار نجورة يا هونتين وبقونا مفلزقين يعني حش أيوه وبلاخو المدة كرو يا أخي شبوي خدت على خطابا من نجورة يا جهتك كديرة يا وأشغلي خوا تشيكم أزورطي مخو كشف كركو أسكردم إنكي مزاني بانا كو كردولو نسرفي ما نصهاناكي دوي وقتي دا من براستيجي من ادقوس كردم من يجم كمال بكردر كتبامة رسالة خو بالكامل خلاص كربانة دوفرا مني هاتمانا مني قد ما ناس كردم ايه ازوارطي قلنقا تقريبا عائلك حمو سياسينا مع عائلك حمو سياسينا جروجا روجدا يعني بافو كيالا وزودجي وحموجي هاري نافي مظن الناف كردا دا براستيجي إبراهيم دا كتب عندي واحد مالا كردي الأردن جهة مالا كردي الكويت جهة كن ككونيا يعني تفهم كرم نافم صلاح الدين بولو ناف هذا صار من كرن نافم من أصلي والناس تكن حموجي تشيا وناس نذكر عربي مشتغلي باما وكمل عند بانا وكذا ونام
اساسا وقتها جم سمير متيني درت كتمز بعربي تشتغل مكسكي نزاني بو اسكرده بشتي وينا جم كمال قالك فاجئين كرده 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 شافدو تكتب عندنا يعني اول زهاتم بعربي تشتغلين وخطابهم بعربي بو حداك إذا كنت تقدر تعرف إنه أنا كردي، خصوصا إذا كنت مستمر بالحديث باللغة العربية، لأنه أنا بحكي عربية تقريبا فصحى. صح هي شبيهة بالعامية لكن هي أقرب إلى الفصحى منها إلى العامية. ما كنت تقدر، لأنه أنا بعد ما تحدثت باللغة الكردية كنت صرت تظن إنه لا تنكشف من لهجتك. أتحداك وأتحدى العرب بلغتهم العربية أصلا. بوخمبو بير أزل بوخمبو بير أزل بوخمبو وشوما راتها وساويدري والويدري رجال أحديبو رجال أحدي لحديب دهوبو بيربو أري بيربو ندهوبو شوما راتها وسابوخو كور نعرف شو يحكوا، أما الصوراني صعبة بس أفهم القليل من لا من صوراني جيزانم. أفلحجي كردية اعتبارناكم لغتها قالوا اعتبارتكن لغت اعتبارناكم لغت يعني من نظم نوادي كم جواز لغات أزانم لهجة صوراني كردية فهموك كما يك لغة كردي شكر ما نجيب شو صوراني إلا لهجة غربية حسبناكم بشكل يقولوا لهجة غربية حسبناكم ناف كردي ده. اشتغلي از مباشرة تقلبين مغربيها يعني انه جمن ولو يبيهم دي خص تقلبين مغربيك ونزا انا ابدا انه جويك واز غربيمه ويكي بصوراني جي مرة بشتغلي فجأة زولو تقلبهم او جي لهجاتي كردي ولو فجأة تقلبهم
وسبيد يشتغل بيك وبوعي يعني. يعني تشكي تاخذ هيك، يعني تتواصل معي تشكي يعني قربان، يعني تي بيجي من كاوي تشل في درادي تشيبي وتشاوا تشيبي وتينريني خوش مرة بيجي وهنا، اما اولو سرعهم خوش ترى تتواصل معي خذ اشترازي تيجي بيجي. طبعا سرجع وانا انه ما ظنبونك او كذا حموجي براي من هنا سر تليجرامي براي عزيز، ايه بخواصي تواصلي مرتكي سر تليجرامي. وما قلت وتتفقين جي قيادي وانا كسجي تتفقين تسريب دار كتبه يكي سرب عنده رئيسي بارتي كي سرب عنده قوناش كثير انا بيجن رابو ما قلت تسر شعفا مجي مهات من فيدري خونت وما قوش كثير انا بيجن. الولايات المتحدة الأمريكية تخطط إلى خفض عدد جنودها في سوريا إلى أكثر من النصف، يعني هزار بميني، وبموجب الخطة سيبقى أقل من 1000 جندي أمريكي حاليا في سوريا للتنسيق مع القوات الكردية بشأن أكثر من 12,000 داعشيا موجود فيها. أنا بحب أقول لكم إذا يبقى كلسون أمريكي، كلسون في كلاسين أمريكية شايفين العلامة الأمريكية عليها يرفرف، ولا ابن مرة يقدر يقرب من شرق الفرات وسوريا كلياتها إذا علقوا كلسون أمريكي عليه العلم الأمريكي. هردو حسابي مني تيك توكي هاتي وهردو جي تحذير بالأحمر بسبب التبليغات يعني شوف كن حسابه جديد خلو خلاص يعني مشابك
مشكلة ملاطي مناكا بيوتيوب دا تين الفيدري جهدار دكن ودو يوتيوب يشتنا ومع انه يوتيوب قالك ما هم مشكور دي باكرة وجروج افارة يعني او تنت كفنتي دا كوي اوروبا جي دعما مكربانة دي يوتيوب دا كتبانا بس تعليق داني بانا هشتبانا فيديو حتى تالي بشغلي صار تليفونا وينا حتى ولو دنجي قد كيلي باعتبار لي جهدار كريا جبروا له جارنا من دبيجن خورت جي دبيجن دبي تيك توك هنا ما دركفا صرت يوتيوب تاني جبو ويناري سالا بقي ويا لي تشيترا ودي سجيا من دبي معنا افيل اوروبا جي نزان من متشاوكن براستي سكارم بخوا فيديو تشيكم وبس سر اليوتيوب تاني بنزلينم ودوفرا امورن امسر تيك توكي بشتغل نزانم واحتمال هاي يجي يعني نما صار تيك توكي دركفن معنا صار يوتيوب تاني دركفن لانه حسابي اي اوروبا تاني كان دعما حسابي يوتيوب بكن هناك تين دقعدار دكن وبلاش ونهائيا ياو 5000 مشاهدة سر فيديو كي هيا ضصد لايك تاني سريع هيا ما لا وجه النبي يعني تشاف ذكر شبونك كنت لايكك إليغي أو فيديو نمي حسفان دن يعني أفج فيناكز عاجز دبم إنه 5000 14 فيديو كما هي 14 اللي ميزان ديا ضصدوا 50 لايك تاني سريع معقولة يعني أو 14 حمو عربون تشتكي غريبة يعني يا بس آري كاريا كولو بكات داينا سر فيديو يوتيوب وتليفونا خدينا ويدر تلفزيوني ميزينا حتى أو فيديو خلاص ببي لأنه كيفي خوارزميات ده إنه يكي الفيديو كامل حسانت ليه ميزان تشتكي ناخسر يعني بس ولو بتشكاكي آري كاري وصفحة قوين ديكي قلقي ولو حتى تبليغ جواري تشبه وكذا هنا بالنسبة ليوتيوبر عالم قلقي مشاهدة سري هي بساعتها سروا فيديو يوتيوب حذفناكي ويوتيوب تغلب تبليغها جيب دشن ولو بيه ورجع عليك دي بس فيديشي جيت كما جبو اعلانات واناكي كسر درت كافيه ونا وقتها وندهل نصر اعلاني حتى تالياوي برج مرتين الفيدر يا براستي از بيجمنا هدف ما بريا بس تشتكتي وتي يعني شركات دي نانو دعمك انه جبريكا ملطا ان شركه يوتيوب بخود دي يعني سر واعلاناتها فت اعلاني به اللي بتشككي از فايدت كم براستي وصدر هناك متحياتها خد از بيجم بس بالفعل از فايدتكم بس اعلاناتها نجبريكا نمل الدعم متكيلو يدري وشركة يوتيوب شركات تجاري براد دنيدا أو إعلانات خدكي رزقك يا خبر هاتيج أمريكا سباس قلك كتيرش مبعوث ترامب بوتين يريد تحقيق سلام دائم مع أوكرانيا الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويكتوف تحدث لشبكة فوكس نيوز عن لقائه مع بوتين مؤخرا قال الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويكتوف الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تحقيق سلام دائم مع أوكرانيا وليس مجرد وقف إطلاق النار. وفي تصريح لشبكة فوكس نيوز تطرق ويكتوف إلى لقاء ببوتين في مدينة سانت بطرسبرغ قبل أيام مشيرا إلى اللقاء استمر نحو 5 ساعات وكان صعبا مؤكدا أن مطلب بوتين هو تحقيق سلام الدائم ولفت إلى أن اتفاق السلام المحتمل لن يقتصر على وقف إطلاق النار في المناطق ال5 الأوكرانية التي ضمتها روسيا فحسب بل سيشمل أيضا تخلي أوكرانيا عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. نبهرنا بس تا يوتيوب تشيكريا وتشيكريا هدفنا برنا نها السوري جي اليوتيوب يتميزين على فكرة اعلاناته برسرينين تفيديناكي نهائيا جبيهون زانبن وإل باكورجي اللي يتميزين تفيدي جيناكي نهائيا جبركو اعلانات الورجينين اللي باكورجي
وإيكو الكردستان باشور جي ليد ميزيني أو جي تفايدة جنينة نهائيا. بس تا يوتيوب فكرية خاصية إعلاناتها جي تبيرت فعاليني عادي يعني تفهم كرجمن. إيه من هدف جا من قناة يوتيوب نتشيش بركو أز محاولة كم بكها ما كردي باكور قالكي وجوارا بقهين متشيد بيت هندروي تركي دا وتش مستقبلها يا وانا وكل ما يروج ظهر وها قالك ضغطيت كنت بيام تيك توك زحمتها وام قالك بهفدور درونان وحمحموني كار نهرنا ماليها فدوش بركو ياك شخص كان حاري حمو كده بلكي تيك توك جميعها بي في يوتيوب جمواناكي باشتر كارن حمود مالي خود الجيلي ما يزينش بركونا ممنوعة. اي اوروبا راستا في دويناكي هي الجمع اي اوروبا تاني درت كيفي اعلانات فبس كنت بهيلي فتركي سر فيديو بشغلي حتى تالي اري كاريا قناتك كيكو نوي مسحاندن كو تبليغات ميتي تركا وانا لسري وتبليغات فات شتا و اي ديجيما سري ديتشي زعيف تبي براستي فتفي داولو تبيجي نينا يعني يوتيوب يجبروا غلط فهم نكد تفي داولو نينا نهائيا جبركو يكو حمول يوتيوبات ميزانن حموج لسورينا سواء رج افابي ولا سوري بن ولا باشور بي ولا باكور بي هر سيجي تفيدا اعلانات عنين الويدري جبركو يوتيوب الويدري اعلانات